اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بلقب السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي. توج اتحاد العاصمة الجزائري بلقب السوبر الإفريقي، وذلك للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على النادي الأهلي بهدف نظيف دون رد. وسجل هدف اتحاد العاصمة من ركلة جزاء زين الدين بلعيد في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول. وأنقذ محمد الشناوي حارس الأهلي مرماه من هدف مبكر كاد يهز الشباك في الدقائق الأولى من مباراة اتحاد العاصمة والأهلي المصري في السوبر الإفريقي. وألغى حكم لقاء السوبر الإفريقي هدفاً سجله محمود كهرباء في شباك اتحاد العاصمة بداعي التدخل على حارس المرمى. وجاء هذا التتويج لفريق اتحاد العاصمة الجزائري بعد نكسة طويلة الأمد للأندية الجزائرية في جميع البطولات الدولية.